تحياتي للجميع، لكافة أصدقاء صفحتي ولكل من يستمع إلي. أنا هوزان عفريني، أعمل كناشط سياسي وأيضا في مجال الصحافة في إقليم كردستان العراق. أنا من عفرين. اليوم مدينتي وإقليم عفرين بكافة مناطقها وقراها تعيش حالة الحرب، الإبادة الجماعية. هناك حرب بكل معنى من الكلمة. عفرين الآن حاليا تعيش حالة الإبادة الجماعية. الجيش التركي أصبح أكثر من 12 يوما يهاجم إقليم عفرين، ويهاجم بشكل عشوائي وهمجي ووحشي كل القرى والمناطق التابعة لإقليم عفرين بكل قوته، من حيث الطائرات الحربية F-16 التابعة لحلف الناتو، ومدافعه النمساوية التابعة لناتو، ودباباته الألمانية الصنع التابعة لناتو. جيش تركي يقوم بهجوم شرس على قرى وعلى مدن ونواحي التابعة لإقليم عفرين بكافة قواه. الجيش التركي كلكم تعلمون بأن هذا الجيش هو ثاني جيش في حلف الناتو، ثاني جيش في حلف الناتو. أصبح له أكثر من 12 يوما يهاجم إقليم عفرين بكل قوته وبكل أنواع الأسلحة الحديثة وبكل ما يملك لديه من معونات عسكرية من الناتو، ويستخدم ضد أهالي عفرين، ضد المدنيين العزل. مع الأسف لم نسمع أي موقف إيجابي من الدول العربية ما عدا مصر. نشكر دولة مصر على موقفها التاريخية، وكما أشكر فرنسا على موقفها التاريخية. فرنسا من بين الدول الأوروبية التي قامت بتوضيح موقفها بشكل رسمي وعلني ضد تدخل التركي في عفرين وضد احتلال التركي لإقليم عفرين. مع الأسف الدول الأخرى لم نسمع منها
أي موقف رسمي حول عفرين وحول احتلال الجيش التركي لإقليم عفرين. كلنا نعلم بأن أوروبا دائما تعمل لأجل حقوق الإنسان وحمايته، وأيضا حماية حقوق المكونات وأقليات القومية والدينية والمذهبية في العالم والشرق الأوسط. مع الأسف اليوم عفرين أصبحت لها أكثر من 12 يوما تحت قصف التركي، تحت هجمات جيش التركي المحتل، وتحت هجمات المجاميع المسلحة الإرهابية من جبهة النصرة والإحرار الشام وداعش وكتائب الأخرى التي تعمل تحت مسمى ما يسمى بالدرع الفرات، أي درع الدولار التابع لتركيا. ولم نسمع أي موقف من الاتحاد الأوروبي. لماذا كل هذا الصمت؟ لماذا؟ عفرين أصبحت لها أكثر من 6 سنوات محاصرة من قبل المجاميع الإرهابية التابعة للمعارضة السورية، التابعة للائتلاف السوري، وخاصة هؤلاء الذين يعملون لتدمير سوريا بالشراكة مع النظام السوري والتركي. هذه المعارضة هي فقط بالاسم معارضة، ولكن بالفعل هي ليست معارضة. دمرت سوريا أكثر من النظام، دمرت سوريا أكثر من النظام. هم يجرون النظام إلى ما هم يتمنون تخريبها وتدميرها كاملة. ومدينة حلب شاهدة على كل شيء، مدينة الحلب شاهدة على كل شيء. على أساس قالوا نحن حررنا مدينة حلب، بالأخير لم يقاوموا أي ساعة، كلهم ركبوا على الباصات الخضر واتجهوا إلى أدلب، سلموا مدينة الحلب للنظام. إذن لماذا دخلتم إلى هذه المدينة التاريخية؟ لماذا دمرتم هذه المدينة؟ هذه المعارضة ليست بالمعارضة الحقيقية، بل إنها عميلة، معارضة عميلة تابعة لقطر ولتركيا، وكانت قسم منها أيضا تابعة للسعودية. ولكن السعودية في الفترة الأخيرة قامت بتغيير موقفها تجاه الوضع القائم في سوريا وشمالها، ولكن قطر أصرت على دعم جبهة النصرة وداعش وكتائب الأخرى من أحرار الشام والكتائب التي تعمل بدعم من القاعدة.
ولهذا أقول لكافة الدول العربية، خاصة الدول التي حتى الآن لم تقم بإدانة هجوم التركي على عفرين، أقول لهم: نحن كأهل عفرين والرجاباء حتى الآن لم نقل نحن سوف نقوم بتقسيم سوريا، لم نقل، لا كتابة ولا شفهية ولا بشكل كلامي ولا أي شيء. نحن نطالب بحقوقنا المشروعة ضمن فيدرالية ديمقراطية شمولية لكافة السورية. نحن لا نرغب بالعيش في دولة تحكمها الديكتاتورية. نحن نطالب بفيدرالية ديمقراطية تعددية سورية. ولا يوم لم نطلب انفصال ولا أي نوع من مفهوم الانفصال. نحن من قمنا بحماية كافة المكونات السورية في شمال السوري، وقوات السورية الديمقراطية شاهدة على ذلك. مقاومتها التاريخية في كوباني، في رقة، في منبج، في شرق دير الزور، والآن في عفرين، دلالة على ما أقولها لكم. إذن نحن شعب مسالم، لم نحارب أي طرف، أي مكون، لم نحارب أي طرف وأي مكون غير كردي، أي لم نحارب التركمان والعرب والترك وغيرهم. نحن قمنا باحترامهم، قمنا بمساعدتهم، بحمايتهم، كما احترمنا شعبنا الكردي، احترمنا التركمان والأرمن والتشركس والأرناؤوط والشيشان والكلدان والآشور والسوريان أيضا. نحن لم نفرق بينهم، لم نفرق بينهم مطلقا. الكل لدينا على نفس الخط، أي الاحترام والتقدير بدون أي تفرقة. إذن لماذا أنتم صامتون يا حكام العرب؟ صمتكم لا معنى لها. عفرين كلكم عندما تكتبون أو تتحدثون عن عفرين أو عن كوباني أو عن جزيرة تقولون إنها مدن سورية. إيه، أهلا وسهلا، مدن سورية. لماذا لم نسمع منكم أي موقف لإدانة هجوم التركي على عفرين؟ عفرين سورية نعم، ولكن أين أصواتكم؟ أين مواقفكم؟ لماذا لم نسمع منكم أي شيء؟ لماذا؟ طبعا هذه الحقيقة. نحن في عفرين ندافع عن أنفسنا وعن
كافة المكونات الموجودة هناك، حتى ندافع عن التركمان الموجودين الذين هم من سكان الشهباء، ومن الشيشان الذين هم من سكان الشهباء. الشهباء هي مقاطعة تابعة لإقليم عفرين. عفرين إقليم لها مقاطعتين، لعفرين مقاطعتين، مقاطعة عفرين ومقاطعة شهباء. في مقاطعة عفرين نسبة الكرد أكثر من 95%. أما في شهباء هناك كافة المكونات تقريبا السورية موجودة هناك. مقاطعة شهباء أي مقاطعة تابعة لكافة المكونات السورية، ولكنها تحت حماية قوات السورية الديمقراطية. وحتى الآن دافعنا وندافع وسوف ندافع عن كافة المكونات الموجودة في شمال سوريا. لم نفرق لم نفرق بينهم مطلقا. نحن من نقوم بحماية حقوق الإنسان ونحترم الحقوق الإنسان، ولكننا لم نسمع أي كلمة من الحقوق الإنسان العالمية. أين مجلس الحقوق الإنسان العالمي؟ أين مجلس محاماة للدفاع عن حقوق الإنسان العالمي؟ أين مجلس الأمن العالمي؟ أين؟ لم نسمع شيء. أين مجالس الحقوق الإنسان العالمية؟ أين أصوات تلك المنظمات العالمية التي تدافع عن حقوق الإنسان؟ الشعب في عفرين ألم يكن هما إنسان؟ الشعب في إقليم عفرين ألم يكونوا من بني آدم؟ حتى أنتم كلكم فقط تكتبون لفلسطين ولدول أخرى ولم تكتبوا شيئا عن عفرين. منظمة الحقوق الإنسان العالمية ساكتة بدون أي صوت. لماذا؟ أين منظمة العفو الدولية؟ أين هي؟ منظمة العفو الدولية تكتب بشكل عجيب، كأنها عفرين في كوكب آخر. لماذا هذا الصمت؟ لماذا؟ عجيب غريب. لأنه هناك في كانتون عفرين نسبة الكرد هي الأكثرية، ولهذا السبب كلكم بقيتم صامتين. صمتكم هي إبادة الكرد، إبادة الكرد ومكونات الأخرى الموجودة هناك. أكثر من 300 لاجئ سوري التجأوا إلى عفرين. عفرين هي محاصرة أساسا، تحت الحصار أكثر من 6 أعوام، ولكنها استقبلت بروح إنساني برحاب الصدر عدد كبير من السوريين. الآن جبهة النصرة تقصف عفرين بشكل كثيف أكثر من 3 أيام، وكاتيوشا التابعة لمنظمة القاعدة جبهة النصرة على قرى عفرين وعلى مدينة عفرين.
ولم نسمع أي شيء من أي منظمة، من أي جهة حقوقية إنسانية دولية. لماذا؟ لأنه الشعب الموجود هناك أكثرية هم الأكراد، الكرد، الشعب الكردي. أنا هكذا أفهم. كل العالم يعادون الشعب الكردي، يستغرب لماذا؟ والشعب الكردي حارب عن كل العالم. الشعب الكردي في إقليم كردستان العراق وفي شمال سوريا وروجافا حارب داعش الذي كان خطرا على كل العالم، ولكن لم نسمع أي شيء من هذا العالم مع الأسف. في حقيقة الأمر، لأن هناك فعلا الشعب الكردي دائما صاحب نية صافية، قلب نظيف، صاحب قلب نظيف، صاحب نية صافية، صاحب مروءة، صاحب ضمير وجدان. الإنسان الكردي دائما في نيته مساعدة الغير، حماية الغير. ولكن بالمقابل نشاهد ونسمع ونفهم بأنه المقابل لم يحترم ما يقوم به الشعب الكردي تجاه الإنسانية كلها. الشعب الكردي يدافع عن الإنسانية جمعاء مع الأسف، وكل دول العالم تقف بدون موقف، وتقف كأنها في موقف الحيادي، الحيادية أثناء إبادة الجماعية بحق شعب أو أقلية أو طرف أو قومية أخرى في أي نقطة من العالم. هذه جريمة، هذه جريمة. لماذا لم تتحرك أي منظمة عالمية تجاه عفرين؟ عفرين هي الآن، أقول لكم بصراحة، عفرين تحت حرب ضروس، حرب شرس، حرب سوف يأخذ الشعب الكردي إلى مجازر جماعية وكبيرة، أي إبادة جماعية، أي جينوسايد. فمتى سوف نسمع أصواتكم أيها المنظمات العالمية الإنسانية عندما تبدأ لإبادة جماعية ولم يبقى أي كردي في عفرين؟ حينها لم نحتاج إلى تدخلكم، إلى أصواتكم، إلى انتقاداتكم، إلى مواقفكم. لا 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 لا، لم نحتاج. أنتم الآن تقفون موقف فقط تشاهدون ما تسمعون، أيضا تشاهدون كل شيء، تشاهدون مجزرة قرية جلبر، تلك المجزرة التي راحت فيها 11 مدني، أكثرهم من الأطفال، ونصفهم كانوا من إدلب للعلم. مجزرة شيراوة الأخيرة أيضا 7 أشخاص كلهم من بيت كنو، وهم من قرية
كالشعار التابعة لمقاطعة الشهباء. مجزرة ما بطة أيضا هناك كان في النازحين من إدلب وعائلة من أخوة الأرمن راحوا جميعا في هذه المجزرة التي تمت بقصف طائرات التركية F-16 الناتوية. مجزرة جنديرس أيضا نفس الشيء، ولكن أغلبهم كانوا من الكرد، نساء وأطفال. وأيضا هناك في مركز عفرين أيضا خلال ضربات للطائرات في 20 شهر و21 شهر بداية حرب تركيا العلنية على عفرين، استشهد أكثر من 17 إلى 18 طفل ونساء والرجال الكبار مسنين بالعمر. إذن كلهم مدنيين. هذا هو موقف العالم، موقف عجيب وغريب. إذن تركيا لأنها هي عضو في حلف الناتو، تركيا إذا كانت عضو في حلف الناتو من حقها تعمل إبادة جماعية بحق الكرد؟ يعني من حقها تعمل جينوسايد بحق أطفال ونساء الكرد لأنها عضو في الناتو؟ إذا كانت حلف ناتو، إذا كانت تركيا هي حلف ناتو، إذن حلف الناتو كان لأجل الكرد، لأجل إبادة الكرد. إني أسأل أمريكا وكافة الدول الناتو، هل أسستم حلف ناتو لإبادة الكرد؟ هل أسستم حلف ناتو لإبادة عفرين؟ هل أسستم حلف ناتو بمواجهة ثوار الكرد والشعب الكردي المسالم في عفرين؟ هل أسستم ناتو لأجل تخريب المناطق الأثرية في عفرين وفي كردستان؟ تركيا وبطائرتكم الحربية قامت بقصف مواقع أثرية التي لها تاريخ مشرف في عين دارا. الأماكن الأثرية أيضا كما كانت منظمة الإرهابية الداعشية تحارب المناطق الأثرية في العراق وفي تدمر، أيضا اليوم نرى بأن تركيا حليفة الداعش تقوم بقصف المناطق الأثرية في عفرين. نفس سياسة الداعش اليوم في عفرين تطبق من قبل دولة تركيا، أي تدمير المناطق الأثرية
تدمير القرى، أيضا قصبات والنواحي والمدن، أيضا تدمير المجمعات الاقتصادية. إذن نفس سياسة الداعش، نفس سياسة الداعش. اليوم تركيا تطبق سياسة الدعشوية على عفرين، ضد العفرين، وتقول بأنها تحارب داعش في عفرين. يا لهذه يعني فعلا تركيا تضحك على كل العالم، علنا تضحك على كل العالم، وكل العالم واقفين مكتوفي الأيدي عم يتفرجوا. أين داعش في عفرين؟ عفرين أرسلت قواتها إلى رقة وحررت الرقة من داعش. عفرين هي التي قامت بتحرير مناطق تل رفعت والأخرى حتى الباب، بالقرب من الباب كلها من ايد داعش. عفرين هي التي حاربت داعش، وتركيا هي اللي استقبلت داعش، هي اللي حمت داعش، هي اللي صنعت داعش. وأيضا تقول اليوم إنني أحارب بايدا ويبقى وداعش في عفرين. أين داعش؟ الداعش في درع الفرات. الدرع الفرات عندك ليس في عفرين. درع الفرات موجود عندك يا تركيا، بس العلة من العالم المتفرجين وليس من تركيا. تركيا هي تحاول إبادة الشعب الكردي، وأنا أقول ليست تركيا بكاملها، ولكن الحكومة الحالية هي حكومة شوفينية، حكومة التي تعمل على إبادة الشعب الكردي بشكل رهيب. ولكن ناتو عم بيتفرج، عنده موقف فقط يتفرج. الدول العالم أيضا كلهم عم يتفرجوا. متى سوف نسمع منكم كلمة الحق للدفاع عن حقوق الإنسان وليس أي شيء آخر؟ لم نطلب منكم حقوقنا لأننا نحن نحمي حقوقنا، ولكننا نطالبكم بموقف أخلاقي وإنساني، موقف لأجل حماية حقوق الإنسان، لأنكم تهتمون بحقوق الإنسان. فالكرد في عفرين هم إنسان، والمكونات الأخرى في عفرين هؤلاء الذين نزحوا إلى عفرين من العرب والتركمان والمكونات الأخرى أيضا هم إنسان، دافعوا عن هؤلاء. ولكننا سوف نقول كلمة الحق، أن العالم بهذا الموقف سوف يخسر كل شيء، وسوف يكون للإرهابيين وللدول الدكتاتورية الاستبدادية حرب إبادية ضد كل الشعوب، وخاصة الشعب الكردي في الشرق الأوسط. ولهذا نطالبكم بالتدخل في عفرين، بالتدخل في مسألة عفرين بشكل جدي وحقوقي وقانوني. عفرين سوف تقاوم المحتلين حتى آخر قطرة من دمهم. الشعب العفرين
شعب عفريني شعب مقاوم، وكلكم شاهدتم خلال 12 يوما، وعفرين تقاوم أكبر دولة في المنطقة وثاني دولة في الناتو. ولهذا مرة أخرى نطالب المجتمع الدولي بحماية العفرين، نطالب كل المنظمات الدولية الحقوقية، تلك المنظمات التي تدافع عن حقوق الإنسان، بأن تقوم بواجباتها تجاه حقوق الإنسان وحمايتها في عفرين. عفرين تواجه كارثة إنسانية حقيقية، عفرين تواجه حرب الإبادة الجماعية، جينوسايد. أوقفوا الحرب على عفرين، امنعوا جيش التركي من احتلال العفرين، امنعوا جيش التركي من بدء بجينوسايد في إقليم عفرين. وشكرا لكم، ونحيي مقاومة عفرين، ونحيي إرادة شعبنا الحرة في إقليم عفرين الصامدة التي تحارب ثاني دولة في الناتو. شكرا لكم. عاشت عفرين الحرة.